عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بنك الحظ. في محافظة المنوفية وفجر يوم الجمعة 27 يونيو 2025 صحيت آية زغلول وأختها الصغيرة آيات، ومع أول ضوء شمس اتحركوا من بيتهم وقابلوا قرايبهم أسماء وسمر وحبيبة، واستعدوا ليوم شغل جديد. الخمس بنات اللي أكبرهم آية يدوب 21 سنة ركبوا سوا مع 16 بنت زيهم ميكروباص هيوديهم لمكان شغلهم في إحدى مزارع العنب اللي شغالين في جامعهم، في وردية بتمتد 12 ساعة، بتبدأ من الساعة 7 الصبح وبتستمر لحد الساعة 7 بالليل. ولكن وهم لسه على الطريق الإقليمي بالقرب من مركز أشمون حصل حادث تصادم مروع. سيارة نقل تقيل دخلت في الميكروباص ليعلن بعدها وفاة 19 سائق الميكروباص و18 من البنات أغلبهم تحت 18 سنة، علشان تفقد عائلة واحدة في لحظة ثلاثة من بناتها: أسماء خالد مصطفى، وسمر خالد مصطفى، وآية زغلول مصطفى. 18 بنت في مقتبل العمر خرجوا وما رجعوش، راحوا ضحية حادث الطريق الإقليمي. 18 بنت منهم أسماء اللي فرحها قرب وكانت بتشتغل علشان تساعد أهلها في جهازها، منهم اللي كانت بتكمل دراستها الجامعية أو بتسعى للالتحاق بالكلية، منهم بنات في سن 14 سنة ما خرجوهمش من بيتهم غير الحاجة لأساسيات الحياة مش أكتر. حادث بنات المنوفية جامعات العنب ما كانش الوحيد. في نفس اليوم على نفس الطريق الإقليمي حصل حادث انقلاب عربية أمن مركزي، وفي يوم 5 يوليو بالقرب من باجور المنوفية حصل حادث تصادم ميكروباصين كانوا بينقلوا عمال، وتوفى 10 وأصيب 11، كل ده على الطريق الإقليمي لوحده. أمال لو وسعنا نظرنا لكل مصر هنلاقي إيه؟ هل الطرق في مصر بقت مصممة لموت المصريين؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن سعد، وده بنك الحظ. في أواخر 2015 ووفق إحصائية لمنظمة الصحة العالمية احتلت مصر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في عدد ضحايا حوادث الطرق. العدد اللي رصدته المنظمة كان ضخم جدا: 60 ألف مصاب و13 ألف قتيل سنويا. رقم كارثي طبعا. يعني احنا عندنا مع كل طلعة شمس في أكتر من 166 مواطن بيتعرضوا لإصابات، وفي 36 مواطن بيتوفوا في حادثة طريق يوميا. سنة 2016 كان في تضارب كبير في الأرقام ما بين ثلاث جهات، واحدة منهم حكومية. في تقرير صادر عن البنك الدولي قال إن وفيات حوادث الطرق في مصر بلغت 26925 مواطن، بينما منظمة الصحة العالمية قالت إنهم 9287 حالة وفاة. أما الحكومة المصرية فذكرت إنهم 8211. وخلونا نشير هنا لحاجة مهمة في موضوع اختلاف الأرقام عادة بتعملها حكومتنا في الإحصائيات، وهو إصدار أرقام مع إخفاء التصنيف أو عدم توضيحه، يعني الابتعاد عن ذكر حوادث الطرق إجمالا عن طريق احتساب حوادث السيارات فقط دون غيرها، وذكر ضحايا حوادث القطارات في بنود أخرى، وبرضه عدم ضم حوادث النقل النهري والبحري والمعديات. ولكن حتى لو رحنا للتقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واعتمدنا عليها كأرقام، هنلاقي وفيات حوادث السيارات ارتفعت من 3087 سنة 2018 ل 5260 في 2024. أما أعداد المصابين فكانت 12000 مصاب في 2018، وارتفعت لأكثر من 76000 إصابة في 2024، عشان يصبح معدل قسوة حوادث السيارات اللي بيتحسب بناء على عدد المتوفيين من كل 100 مصاب 6.9 في 2024. وإجمالا خلال آخر 10 سنين أكثر من 68 ألف مواطن فقد حياته في حوادث الطرق، وأصيب أكثر من 750 ألف مواطن. طب مين المسؤول عن الحوادث دي؟ في بلدنا ومن غير تفكير لو سألت أي حد هيقول لك الحكومة أكيد هترمي اللوم في الحوادث دي علينا إحنا، على المواطنين. وبرضه هتلاقي المواطنين بيقولوا إن الحكومة هي المسؤولة، هي اللي في إيديها البلد، وهي اللي بتخطط وتنفذ، وهي كمان اللي الفساد منتشر فيها. فتعالوا سوا نحاول نفض اشتباك تبادل الاتهامات ده. وبداية فالحقيقة إن الحكومة فعلا بتتهم المواطنين. في تقارير رسمية قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن 70% من الحوادث سببها الرئيسي هو العنصر البشري. وبحسب أستاذ النقل والطرق بكلية هندسة في جامعة حلوان الدكتور محمد الصادق عوف، فغالبية الطرق في مصر جرى تنفيذها وفقا للمواصفات القياسية، وأرجع استمرار حوادث الطرق يوميا إلى الأخطاء البشرية. وأكد أن أخطاء التنفيذ في الطرق والكباري وغيرها اللي ممكن تؤدي إلى حوادث فلا تتعدى نسبتها 10% بس، وإن الحكومة بتعمل على معالجتها أول بأول وفق عدة آليات. كده المواطن هو السبب. ولكن هل دي فعلا الحقيقة؟
تعالوا نرجع لأكتوبر 2024 ونشوف حكاية ميرنا الجنيدي. ميرنا اللي كان حلمها وحلم أسرتها إنها تبقى دكتورة، وبالفعل التحقت بكلية الطب جامعة الجلالة. فجأة تحولت ميرنا من كشوف طلاب الفرقة الأولى إلى كشوف تحقيق النيابة العامة، كواحدة ضمن 12 اسم من زمايلها اللي فقدوا حياتهم في حادث انقلاب أتوبيس على طريق العين السخنة، بالإضافة إلى إصابة 33 آخرين. الحادث الأليم ده سلط الضوء على طريق الجلالة، واللي بحسب موقع خريطة مشروعات مصر، فمشروع طريق الجلالة المسؤول عنه هو عبد الفتاح السيسي، واللي أمر الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه بطول 82 كيلومتر، والهدف كان إنهاء عذاب المواطنين ومخاطر السفر عبر الطريق الساحلي القديم. وبالفعل انتهت منه الهيئة الهندسية في أغسطس 2020، ولكن لم تنتهي المخاطر ولا عذابات المواطنين. نشرة حوادث السيارات والقطارات سنة 2022 بتقول إن طرق السويس حصل فيها 1076 حادث، كان نصيب طريق السويس البحر الأحمر منها 319 حادث، بعديه طريق السويس القاهرة 253 حادث، أما طريق السويس شرم الشيخ 65 حادثة، وطريق الجلالة العين السخنة 47 حادثة. يعني بعد التطوير والملايين اللي اتدفعت فيه، فطريق الجلالة بيشهد وقوع حادثة مرة كل أسبوع. وبعيدا عن الرواية اللي بتصدرها الحكومة بأن الناس هم السبب، ففي حالة طريق الجلالة زيه زي الطريق الإقليمي، شكاوى المواطنين والسائقين من الطريق بقت حاجة أساسية، وإن أخطاء ما في التصميم والتخطيط أو غيرها هي اللي بتؤدي لتكرار الحوادث. وهو الأمر اللي أكد عليه الباحث والمصمم العمراني أحمد زعزع، اللي قال إن تحميل الناس مسؤولية الحوادث هو أسهل تحليل. يعني القصد إن المواطن المصري وهو نازل من بيته رايح يشوف دراسته أو أكل عيشه، فهو عرضة لحوادث كتير طول طريق الذهاب والعودة. يعني المواطن المصري يوميا بيخوض رحلة محفوفة بالمخاطر عشان بس يعمل حاجات ضرورية. هو ما كانش طبعا لا في رحلة سفاري، ولا بيتسلق جبل إيفرست، ولا هو بيتزحلق على الجليد. المواطن نازل من بيته في محافظة البحيرة مثلا عشان يروح شغله، ولا جاي من المنيا للقاهرة علشان يخلص أوراق رسمية، فليه يكون معرض بنسبة عالية لحادث مميت، خاصة إن المواطن بيصرف على تنقلاته من جيبه بعيدا عن أي دعم حكومي أو حتى المواصلات العامة. فبحسب تقرير نشره موقع حلول للسياسات البديلة، فالمواصلات هي واحدة من 4 بنود هي الأكثر إرهاقا للأسرة المصرية، وهم الأكل والسكن والرعاية الصحية والمواصلات. لدرجة إن الأسرة المصرية بتصرف 6% من دخلها السنوي على المواصلات، وفي المجمل المصريين بيصرفوا 70 مليار جنيه سنويا في المواصلات العامة. يعني المواطن بيدفع من جيبه. وفر ليه بقى حكومة الطريق اللي يحافظ على أدميته، وطبق القوانين المرورية اللي تحافظ على حياته. بحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة سنة 2016، كانت وفيات راكبي الموتوسيكلات 6%، في حين 45% من الوفيات كانوا من راكبي السيارات مقابل 27% من المشاة. أما عن الأعمار، أعمار المتوفيين، ف 32% منهم كانت أعمارهم ما بين 15 ل 29 سنة، وفي 22% تراوحت أعمارهم ما بين 30 ل 44 سنة، و19% كانت أعمارهم من 45 ل 59 سنة. يعني أكتر من 50% من ضحايا حوادث الطرق هم من الشباب من عمر 15 لحد 44 سنة. يعني المواطنين المفترض هم حاضر ومستقبل البلد، مصر بتفقدهم في حوادث طرق. شباب بتروح وأسر بتفقد أبنائها واللي بيعلوها في حوادث بيرى البعض إنه ممكن تجنبها. فإيه الأسباب وراء إصابة ووفاة عشرات الآلاف من المصريين على الطرق؟ لأن أنت مش بس بتفقد أرواح بشر، وبيبقى عندك إصابات بالغة بتوصل للشلل أو بتر الأطراف والإصابات الدائمة في بعض الأحيان. مصر برضو إلى جانب الخسائر البشرية بتدفع تكلفة مادية واقتصادية عالية جدا. يعني مثلا خلال سنة 2016 حوادث الطرق كلفت مصر 10 مليار دولار تقريبا، وده بيساوي 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي. يعني الوقوف على أسباب الحوادث الحقيقية مهم جدا. إنهاء لعبة رمي الاتهامات على بعض ضروري، لأن الموضوع بيكلفنا أرواح غالية وخسائر مادية ضخمة. لو رجعنا لتقرير موقع حلول للسياسات البديلة، هنلاقيه بيقدم وصف دقيق لحال الطرق في مصر. هيظهر لنا بلا ذرة شك إن الموضوع أكبر من إننا نقول بص المواطن هو السبب. على سبيل المثال، هنلاقي 97% من الشوارع ما فيهاش إشارات مرور،
و77% من الطرق بلا بنية تحتية مخصصة للمشاة أساسا، و78% من الأرصفة الموجودة لا يستفيد منها المشاة بسبب التعديات. وحتى الزحام اللي بيترمي فيه المسؤولية على المواطنين إنهم بيخالفوا كتير وإنهم مش بيلتزموا بالقوانين المرورية. البنك الدولي في تقرير ليه سنة 2019 قال إن جودة الطرق وحسن التخطيط أهم الأسباب في تقليل مشاكل الزحام، ورصدوا مجموعة من الأسباب اللي بتؤدي لأزمة الزحام في مصر، منها سوء جودة الطرق اللي بيؤدي إلى بطء حركة المرور، وإلى الحوادث اللي بتزيد بطبيعة الحال من الزحام، قلة أماكن وقوف السيارات الباركينج اللي بيؤدي إن الناس تركن في أي حتة، أو يقتطعوا أماكن من الطرق يحولوها لموقف، وبرضه استخدام الملفات اليوتيرن بدل تقاطع الطرق أو الإشارات، ملفات بتتعمل من غير حسابات أو في أي أماكن غلط، وعدم وجود أماكن محددة لمحطات النقل العام ولا حارات مخصصة لأتوبيسات النقل. وأشار تقرير مركز حلول إلى أن من أهم مشاكل تخطيط الطرق والنقل في مصر هو أن الحكومة بتاخد قرارات التخطيط والتنفيذ بشكل مركزي من غير ما تشرك معاها السكان المحليين أو تسمع منهم وتلتفت لاحتياجاتهم، خاصة إنهم اللي بيستخدموا الطرق دي كل يوم، مش الوزير ولا وكيل الوزارة اللي قاعد في مكتبه في آخر الدنيا وعمره ما مشي في الطريق ده ساعة واحدة حتى. ومش بس كده، التخطيط الفوقي ده بيؤدي لكوارث ربما ما تقدرش ترجع فيها مرة تانية، زي ما حصل في مصر الجديدة لما رفعت الحكومة شعار التطوير فقضوا على أكتر من 96 فدان من المساحات الخضراء، يعني ما يعادل 50 ملعب كرة قدم تقريبا، وغيروا بشكل جذري الشوارع وحولوها لطرق كبيرة وسريعة، وما حددوش حد أقصى لسرعة السيارات تتناسب مع التخطيط الجديد ولا تتناسب مع المناطق السكنية. وكل ده ونسيوا تماما يعملوا حساب الناس، فبقت طرق سريعة وكبيرة ما فيهاش عبور مشاة أو أنفاق، وكل ده من فلوس الناس من غير ما يكون في عائد نافع حقيقي عليهم. ففي العام المالي 2015-2016 خصصت الحكومة 30% من ميزانية النقل لإنشاء الطرق السريعة الإقليمية، و24% للشوارع والكباري المحلية، و28% للسكك الحديدية، يعني 82% من ميزانية النقل وجهت لإنشاء طرق وشوارع جديدة، عشان يتبقى 18% بس لصالح بند المواصلات العامة صرفت الحكومة 90% منه على القاهرة الكبرى، والباقي خصصته لكل محافظات الجمهورية. وده يظهر خلل ضخم في توجيه الفلوس وأوجه الإنفاق، خاصة إن أغلبية السكان ما عندهمش سيارات خاصة وبيعتمدوا على المواصلات العامة أو وسائل النقل زي الميكروباص والأتوبيس، وده مؤشر جديد على مسؤولية الحكومة اللي حتى مش قادرة تدير بكفاءة الإدارة المالية لميزانية النقل في مصر. يقول لك هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده. أنا بقول أنا بقول إن شاء الله سنة يبقى في شبكة طرق. أمال إيه؟ الكلام ده قاله السيسي في 2014 كجزء من الترويج لبرنامجه الانتخابي، قال إن الحل هو شبكة طرق تمسك مصر كده، يعني طرق حديثة وعصرية وآمنة وتربط مصر كلها ببعض، ويقدر المواطن يسافر من أسوان لإسكندرية ومن مطروح لسينا بأمن وأمان وسرعة واطمئنان. طبعا بعد 10 سنين كلنا شايفين الواقع، والمواطن بيدعي ربنا بس إنه يروح مشوار شغله ويرجع بالسلامة. وسيبونا بقى من تصريحات السيسي وتعالوا نروح للناس بتوع دراسات الجدوى والعلم وإلى السويد، وتحديدا سنة 1997. السويد وقتها كانت بلد متقدمة ومواطنيها في أفضل حال، ولكن كان عندهم مشكلة مضايقاهم جدا، إن حوادث المرور والطرق بتقتل سنويا 500 مواطن في بلد تعداد سكانه 9 مليون مواطن. عملت إيه السويد بقى علشان تحافظ على مواطنيها؟ الأول كان الإحساس بقيمة وحياة كل مواطن. الشعب والحكومة السويدية ما جريوش على تطوير الطرق ولا تعديل القوانين وسن العقوبات، لا، هم سألوا نفسهم إزاي مجتمع متحضر يقبل بفكرة موت إنسان واحد على الطريق، وبدأوا في وضع الإجابات، وجات الإجابة في شكل استراتيجية حملت اسم الرؤية صفر، فيجن زيرو. وكانت الفكرة تدور حول إن الخطأ البشري حتمي ووارد، ولكن الموت على الطريق أصبح غير مقبول. وعلى عكس معظم السياسات المرورية اللي بتفترض إن الحوادث سببها بس إهمال السائقين، أسست السويد رؤيتها على المبادئ التالية: إن البشر بطبيعتهم بيرتكبوا أخطاء، وعشان كده لازم نصمم الطريق بشكل يحمي حياته حتى
عند حدوث خطأ بشري. وبدل ما كان الهدف هو تقليل عدد الحوادث، بقى هدفهم هو ضمان حياة البشر، عدم موت أي إنسان أو حتى إصابته بجروح دائمة بسبب حادث مروري. ولما النظرة والهدف اتغير كل شيء. وبداية من التشريع فرضت الحكومة قوانين صارمة على شركات النقل، وتابعت برقابة يومية ساعات عمل السائقين، لدرجة إنها بتتابع ساعات القيادة والراحة اللي بيقوموا بيها. وألزمت الحكومة الشركات المنتجة للمركبات باعتماد معايير أمان صارمة وعالية المستوى من الأحزمة الأمامية والخلفية وأنظمة الثبات والفرامل. وعشان تاخد رخصة فأنت ملزم بحضور برنامج تدريبي شامل، بتاخد فيه امتحانات متعددة المستويات نظري وعملي. كل ما تخلص مستوى وتنجح تنتقل للمستوى اللي بعده لحد ما تاخد شهادة تؤهلك لإصدار رخصة قيادة. طبعا عزيزي المشاهد، انت اكيد تعرف واحد امين الشرطة مسك مكانه دركسيون اثناء الامتحان علشان يساعده ياخد الرخصة، او امين الشرطة اللي بيسوق اساسا بدل اللي بيمتحن، او حتى الناس اللي بتاخد رخصة قيادة في مصر من غير ما تروح الامتحان اصلا. خلونا في السويد اللي بدأت عملية جادة لهندسة الطرق ما فيهاش يا كامل هي سنة واحدة بس والمشروع يخلص، لا، كل حاجة تاخد حقها من الدراسة والتنفيذ. وزي ما بنهتم بالوسع والسرعة والدهانات، برضه هنهتم بالأمان. فعملوا ممرات فصل في الطرق السريعة بتمنع الاصطدامات الأمامية، وخلوا أرصفة المشاة عند التقاطعات مرتفعة عن الطريق، ودرسوا الطرق كويس علشان يحددوا بدقة هل الإشارات المرورية أفضل ولا الدورات أو الميادين، وده لتجنب زوايا الاصطدام وتقليل السرعة التلقائي. خفضوا السرعات القصوى في كتير من المناطق السكنية والمدرسية، ووصلوها ل 30 كيلو متر بس. مش بس كده، فبجانب تعليم قواعد السلامة المرورية في المدارس الإعدادية كجزء من المنهج وتنفيذ حملات التوعية الشعبية وتوجيه رسائل عبر إعلانات بيقدمها مصابين حوادث مرورية لزيادة إدراك الناس بقدرتها، فكان بيتم إشراك الناس والسماع لآرائهم واحتياجاتهم للطرق، لأن دي بلدهم ولازم كلنا نساعد بعض وكلنا مسؤولين. وطبعا بلا شك استخدمت الحكومة السويدية الأنظمة الذكية والتكنولوجيا في مختلف الطرق، وبقت كاميرات السرعة مش بس دورها المراقبة أو وسيلة لجمع فلوس المخالفات من جيوب الناس، لا، دي مربوطة مباشرة بقاعدة بيانات رخص القيادة. يعني أي مخالفة هتأثر عليك وقد تصل لسحب الرخصة منك. وفعلوا أنظمة نقل ذكية ITS اللي بتتفاعل مع الطقس بحيث تعدل من السرعة القصوى للطرق بشكل تلقائي، وده في حالة وجود ضباب أو شبورة وسقوط الأمطار والتلج. وبعد كل ده مع افتراض حصل حادثة، دمجوا أجهزة استشعار في المركبات وكمان في البنية التحتية للرصد السريع للحوادث وتحديد أماكنها بدقة. وكل ده علشان يقللوا زمن الاستجابة في الطوارئ واللي مكنهم من إنقاذ حياة كتير من الناس. عشان خلال 20 سنة من تطبيق الرؤية صفر تنخفض وفيات حوادث الطرق في السويد بنسبة أكتر من 50%، من 541 حالة وفاة سنة 1987 لحوالي 200 حالة سنة 2022، علشان تكون السويد أقل بلد في العالم من حيث وفيات الطرق بنسبة أقل من 2.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة. ومش بس كده، ده كمان بقى في عائدات اقتصادية للسويد بسبب مشروعها لمواجهة حوادث المرور. إن شركات إنتاج المركبات في السويد زي فولفو وسكانيا بقوا من الرواد العالميين في مجال تكنولوجيا السلامة. يعني ببساطة كل المطلوب في مصر إن النظام، الحكومة، تقدر حياة كل إنسان. لما يحسوا إن حياتنا غالية وتستحق، كل حاجة هتتغير، لأن إحنا لا ينقصنا تشريعات ولا مؤسسات ولا حتى فلوس. مليارات بتتصرف سنويا على مختلف المشروعات. كل اللي ينقص مصر علشان تتحول طرقها من طرق الموت إلى طرق آمنة هدفها خدمة المواطن هو إن الحكومة تاخد قرار إن حياة المواطن مهمة. بس كده، أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتستنوني كل يوم 4 الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في بنك الحظ. سلام.